بسم الله الرحمن الرحيم. معنا كيلو من الدقيق الأبيض منخول، عليه ذرة ملح، عليه معلقتين سكر كبار. نقلب الكلام ده كله مع بعض كويس، معلقة بيكنج باودر. نخلط المكونات دي مع بعض. معنا كوباية وربع من سمنة على زيت، أنا استعملت سمنة على زيت. نبس بقى الدقيق مع السمنة والزيت والحاجات اللي احنا ضفناها دي كلها بس كويسة. نفضل شغالين في البس زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما الدقيق معانا يرمل. دي القرص الفلاحي الطرية، عجينة القرص الفلاحي الطرية. نبدأ برضو شغالين في البث. تمام كده. هنبدأ بقى نضيف معانا معلقة لبن على كيس خميرة فورية على معلقتين سكر اختبرنا بيهم الخميرة، ومعنا نص كيلو لبن رايب. نص كيلو لبن رايب. هنبدأ بنلم العجينة بتاعتنا كلها بالشكل ده كده، رشة دقيق بقى على الرخامة، ونبدأ ننزل بالعجينة نلمها، نعجن كويس عشان سر العجينة دي هي نجاح القرص. ابتدينا نلم، خلاص العجينة كده جاهزة معانا. هنسيبها تخمر. جميلة هشة لذيذة. خلاص عملية التخمير خلصت لمدة نص ساعة. هنبدأ بقى نكور ونفرد القرص بتاعتنا. نكور ونفرد القرص بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام كده. هنفرد الكمية كلها بشوكة كده، هنغزز القرص من فوق. هنغطيها ونسيبها تخمر كده. خمرت معانا اهي، بسم الله ما شاء الله. نبدأ نحطها في الفرن 250 درجة لمدة نص ساعة، تطلع بالشكل الجميل ده. رشة مية أو بخة مية عليها بخاخة نضيفة، ونغطيها عشان تفضل طرية معانا. ادي الكمية اللي معانا عملناها، وادي منظر القرص الجميل، وادي طرية جدا هشة لذيذة مش مكتومة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.